النهاردة هنتكلم عن قصتين أغرب من بعض. القصة الأولى ترند في الوطن العربي، والقصة التانية عن دجال بيغوي الستات، واللي بيربط بين القصتين حاجة واحدة وهي السحر والدجل. استكمالا للفيديو اللي فات عن عباس اللي بيقول إنه متجوز جنية وحكايته عن الجن العاشق، النهاردة هنتكلم عن معالج روحي أو بمعنى أصح دجال بيصطاد ووقع الستات من جروب على الفيسبوك، بيغويهم عشان يعمل معاهم امور ما يقبلهاش عقل، خارجة عن المنطق والمألوف. والغريبة والعجيبة الستات بتوافق. مش قادر افهم ليه الناس بتقع فريسة للنوع ده من النصب. انت متخيل الدجال ده قدر يخدع عروسة عذراء لأمور حرام؟ الدجال ده من الزاوية الحمراء. هنعرف مع بعض حكايته، وهنعرف حصل ايه مع العروسة وجوزها، وايه حكاية الفيديوهات اللي مصورها الدجال ده، وازاي اتكشف سره واتفضح والشرطة قبضت عليه. قبل ما نكمل ما تنساش الاشتراك. يلا بينا. بداية القصة من جروب على الفيسبوك باسم المعالج الروحاني. الجروب عليه أعضاء كتيرة وتجارب وأساليب إقناع مبهرة تخدع أي حد بسهولة، وده اللي حصل مع البنت اللي هنتكلم عنها. البنت شافت إن الراجل ده يقدر يحل أي مشكلة مهما كانت، سواء كانت صحية أو نفسية أو جسدية، مشاكل بين الزوجين، بين الأهل، أيا كان، وكل ده بزيت الزيتون بس، ومقابلة وشوية مية لازم الشخص يشربهم، والمشكلة بتتحل بسهولة جدا. المهم عشان ما اطولش عليكم، البنت دي تواصلت مع المعالج الروحاني، أقصد الدجال، من خلال رسائل صفحته. بعد كده رد عليها برسالة صوتية وطلب منها رقمها للتواصل، وبدأ الكلام بينهم وحكت له مشكلتها، ومن صوتها بس عرف انها عليها جن عاشق، وده السبب اللي مانع عريسها يدخل عليها. انت متخيل؟ من صوتها بس. مريم بنت عشرينية متجوزة من اسبوع بس، وطول الفترة دي جوزها كل ما يقرب منها يشوفها قردة، فمريم خافت يزهق منها ويسيبها، وبدأت تدور على حلول. وفي طريقها لقت جروب المعالج الروحاني، واللي قدر يغسل دماغها ويقنعها ان عليها جن عاشق، وهي اصلا كانت مهيئة تصدق اي حاجة، واوهمها ان اللي عمل فيها كده حد قريب منها جدا. والله جاز اللي كان السبب بقى. قال لها الموضوع صعب بس مش مستحيل، والحل بسيط، ما تخافيش، لازم تيجي اشوفك، ما تخافيش، هي مقابلة بسيطة وسريعة عشان اعرف طريقة العلاج المناسبة ليك. مريم اطمنت. الراجل برضو اسلوبه كويس، نبرة صوته هادية ومقنعة، وملامحه مش شريرة، وأهم عامل في الليلة دي كلها كلام الناس على الجروب، حدث ولا حرج. الناس بتتكلم على قدرته بشكل مبهر، ومواقفه الكتيرة خير إثبات. وفي المقابلة مريم مش هتكون لوحدها، هيكون معاها جوزها وزوجة الدجال. الراجل ده ذكي جدا، بيهيئ كل الظروف عشان مريم تطمن، وفعلا قدر يعمل كده. مريم اخدت جوزها وطلعت على شقة الدجال الموجودة في الزاوية الحمراء، وقعدوا معاه لفترة، وفضل يبصلهم بصات غريبة، وقال لهم انهم مأذيين، خصوصا العروسة مأذية اذى كبير، والموضوع خطير ولازم يتدخل، الا واذا هيفضلوا كده العريس شايف عروسته قردة. الدجال بعد ما خوفهم وصدر المشكلة كأن ملهاش حل، بدأ يطمنهم ان الحل في ايده هو بس لازم العروسة تعمل شروط معينة، شروط بسيطة عشان الجن اللي عليها يسيبها ويمشي. أول حاجة تدهن الأماكن الحساسة بزيت زيتون. أما العريس اداله ورقة مكتوب فيها كلام مش مفهوم، وقال له يحاول يقراها حتى لو معرفش، وبعد يومين يرجعوا له وتكون العروسة عملت اللي عليها. بس المرة دي العريس يفضل مستني تحت، والعروسة بس اللي تطلع. وفعلا مريم طلعت لوحدها، وقال لها ان اسياد الجن عندهم شرط واحد عشان موضوعك يتحل، والشرط لازم علاقة بينا احنا الاتنين. وللأسف البنت رضيت خوفا من الفضيحة، وان جوزها يزهق ويمل ويسيبها. انت ممكن تقول اني بخترع احداث من دماغي، بس صدقني الكلام ده حقيقي وحصل بجد، ومثبت في محاضر الشرطة. ومع الأسف حصل اللي الدجال عاوزه، ودخل على العروسة المسكينة في حضور مراته، والموضوع اتكرر مرة واتنين، والمرة التالتة البنت بدأت تفوق وتقول له انت بتستغلني ومفيش حاجة اتحلت لسه. في الوقت ده الزوج بدأ يفوق هو كمان، واخد مراته وطلع على اسم الشرطة وعمل محضر باللي حصل، ووقتها عرف ان شرف مراته ضاع خلاص. بعد كده الاجهزة الامنية اتحركت على الزاوية الحمراء وقبضت على الدجال، ومع التحريات اكتشفوا انه مصور بنات وستات كتيرة، واي واحدة ترفض تديله فلوس يبتزها بالفيديوهات دي. ولولا سرعة تحرك العريس كان مصير مريم نفس مصير الستات الكتير اللي اتخرب بيتهم.
وعاشوا مذلولين ومكسورين. كل ده عشان شريحة كبيرة مننا بتؤمن بأمور خزعبلية. الشرطة بعد كده بتكتشف إن مراته شاركته في جرايمه وليها دور كبير جدا في إقناع وإغواء ضحاياه، وفعلا ما يقدرش على الست إلا ست زيها. اكتشفوا بالاسم والصورة ضحايا الدجال ده اللي معظمهم من منطقته ومن القاهرة وخارج القاهرة كمان. المحكمة حكمت عليه بالسجن المشدد 10 سنين نتيجة لأعمال الدجل والشعوذة. كنت قلت في الفيديو اللي فات إن الشيخ الشعراوي بيقول اشمعنى معظم زباين الدجالين من الستات، وفعلا في اعترافات الراجل ده قال إن معظم زباينه منهم، وإنهم سهل خداعهم وعندهم إيمان بأعمال السحر والدجل. أتمنى كلنا يكون لنا دور في الوعي، ولازم تعرف زي ما هدفنا التوعية هدفنا برضو التسلية. بعد أمتار المنزل تاع الوالدة والوالد تاعو على بعد 100 متر ومحجوز هنا مدة 30 سنة، مع أنه الوالدة تاعو الله يرحمه كانت مشتاقة أنها تشوف بنها بحرقة. عميرة ازدياد 1979، اختفى في سنة 1998 في سبتمبر. اختفى في ظروف غامضة في ذاك الوقت، معناها كانت كاينة سنوات تاع إرهاب وكذا ومن مليح. المهم قصتنا التانية ترند من كام يوم كده، الدنيا مقلوبة بسببها، بسبب شاب جزائري اختفى من 27 سنة وقلبوا عليه الدنيا وقتها بدون جدوى، لدرجة ان والدته الله يرحمها اتوفت من حسرتها عليه. انت متخيل بعد 27 سنة يكتشفوا ان اللي خطفوا جاره في البيت اللي جنبهم، عايش وبينه وبين اهله باب واحد بس. المهم ان جاره ساحر من بتوع السحر الاسود، خطفه عشان يمارس عليه تعويذ، عشان الشاب ده زي ما بيقولوا كده زهري زي المداح كده، فاستخدمه أسوأ استخدام، وكان أداة لكل الشر اللي أذى الناس بيه. الشاب ده عاش كل السنين دي مشلول الحركة ومنعه من الكلام بالسحر، يدوب يحرك عينيه يدوب يحرك عينيه بس. انت متخيل تعيش عمرك كله شايف أهلك قدامك كل يوم بس مش قادر تتكلم أو تنطق بحرف واحد؟ أنا مش قادر أستوعب، عقلي واقف. ولولا ان اخت الدجال اختلفت معاه الميراث ما كانتش بلغت وعرفنا بقصة الشاب المسكين ده اللي حاليا عمره 44 سنة. لا حول ولا قوة الا بالله. الشاب بعد ما طلع فضل فترة مش عارف يتكلم وكان مخضوض ومش مستوعب، كان الله في عونه، لكن في النهاية قال: كنت أراكم من وراء النافذة داخل المنزل لكني لا أقدر على أن أفتح الباب وأخرج إلى الخارج، وكأن قوة قاهرة بداخلي تمنعني، وكنت أرى والدي من وراء النافذة متجها إلى المسجد، وأعرف الكثير من الأخبار بما فيها وفاة والدتي، لكنني كنت مرصود من طرف الجاني فكأنني آلة يتحكم فيها كما يشاء، وعندما كنت أطلب من الجاني مصحفا لقراءة القرآن كان يرفض. بعد كده قبضت السلطات الجزائرية على 6 أشخاص والتحقيق شغال في القضية، ومعظم العالم العربي مستني يعرف نهاية الحكاية دي. ربنا ينتقم من كل مؤذي قادر يضر الناس وناسي ان قدرة الله فوق كل شيء. ما تنساش الاشتراك يا صديقي، وزي ما هدفنا التسلية هدفنا برضو التوعية. بنوصل لنهاية حلقتنا، اشوفكم على خير، السلام عليكم.